معايا برج القوس وقراية برج القوس، قراية منفصلين، قراية عاطفية، قراية منفصلين وحبيب مبتعد وشريك منفصل. هناخد طاقة برج القوس، طاقة شريكه وطاقة العلاقة. هناخد طاقة مولود برج القوس. حط النية يا قوس ان انت تستقبل الإجابات اللي انت عايز تعرفها، وقول استقبل الإجابات اللي في خاطرك اللي انت عايز تعرفها. وما تنساش تحط اللايك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. هناخد طاقة القوس. طاقة القوس، طاقة الشريك المبتعد أو الحبيب المنفصل. هناخد طاقة العلاقة. هناخد انت اتعذبت قوي في العلاقة دي يا قوس. انت اتعذبت في العلاقة دي، يعني انت عندك طاقة خذلان. انت عندك خذلان يا قوس. انت اتجرحت واتخنت. يعني عايزة اقول ان انت شفت ايام صعبة والعلاقة دي اذيتك جامد. اذيتك جامد العلاقة دي يا قوس. استنزفت في هذه العلاقة، والعلاقة اصلا يعني مش في احسن حال خالص الفترة دي. انتوا في حالة انقطاع وخذلان وتعب وقاعدين قلوبكم مكسورة. يعني انت قلوبكم بتوجعكم الفترة دي. العلاقة دي كانت عاملة ازاي قبل كده؟ كنتوا عاملين ازاي قبل كده؟ علاقة كنتوا بتعاندوا بعض. انتوا كنتوا في حالة عند على فكرة، يعني حب قوي وجرح قوي. عارفين شريكك كان تعبك، يعني مشتتك وهو نفسه متشتت. يعني كانت بتتغير بقوة، كانت بتتغير بقوة. كنتوا بتدوروا فيها على يعني على حاجة جديدة تاني تعملوها، بتحاولوا تغيروها. برج القوس، عايزة اقولك فعلا ان انت عديت بمراحل صعبة قوي في حياتك، او المرحلة دي بتاعت العلاقة صعبة جدا. انت قلبك مكسور ومخذول وحاسس ان خلاص، يعني مش قادر تكمل، مش قادر اصلا، مش شايف غير ان هي كان لازم تبعد، كان لازم تنفصلوا، كان لازم كل واحد فيكم دلوقتي يبعد عن التاني. انت كنت شايف انها علاقة بالنسبة لك كانت مريحة، وكانت يعني كانت عايزة، كنت عايز ان انت تكمل فيها. وكانت عارف اللي هو كنت ما صدقت لقيته. انا ما صدقت لقيتك، يعني كان بالنسبة لك كده. انا ما صدقت لقيتك. انت بالنسبة لي انا بحبك، يعني وانت لسه لغاية دلوقتي بتحبه. انت حاليا لسه في قلبك حب ليه، ولسه عايزه رغم انه كسرك ووجع قلبك. العلاقة دي كان فيها اطراف تالتة. العلاقة دي فيها طرف تالت، فيها خيانة. حبيبك طاقته، حبيبك واخد قرار دلوقتي بالانفصال والبعد، وانه يشوف نفسه ويشوف حياته. حبيبك يعني بيلقي الضوء على نفسه وعلى مستقبله وعلى نفسه،
وعايز يهتم بنفسه وعايز يخرج بره هذه الدايره يعني هو مصدق خرج وبيقول لنفسه انا لا، انا هبتدي حياه جديده، انا هقدر اعيش تاني عادي من غيره. انا كانت مرحله وعدت، بس الكلام ده ما اعتقدش ان هو حقيقي، يعني ما اعتقدش ان هو حقيقي. آه، اعتقد يعني هنشوف كلام يعني. اعتقد العلاقه لسه بنحكي فيها، لسه بنتكلم. آه، هو هو عايز يقول ان هو كان متشتت في العلاقه دي، ما كانش مستقر. هو يعني سابها وهو شال ايده، يعني شال ايده وبعد. مش عارفه هو مش كان مطمن ليك ان هو بيحبك ولا ايه، هنشوف. بس العلاقه دي مرت بخذلان وبتغيرات كتير، ومرت باكتر من بدايه. يعني انتوا كنتوا في بدايات آه على طول بتبعدوا وتنفصلوا وترجعوا. بص، هي العلاقه دي يعني الحاله العاطفيه دي بقت شايفه، يعني انتوا الاتنين قاعدين شايفين المشاكل اللي ما بينكم بس، يعني الجروح فيها اكتر من الحاجات الحلوه. يعني الحاجات الحلوه اللي مرت بيكو اقل بكتير من الحاجات الصعبه، مرتوا بصعوبات اكتر. العلاقه دي فيها خيانات وخذلان وفيها اطراف ثالثه، فيها طرف ثالث، فيها طرف ثالث يا قوس. انت عايز تطلع، انت طاقتك بتقول انك عايز تطلع تغير، انت عايز تحس بتغيير. انت جواك حاجات، يعني انت عايز تغير من جواك حاجات علشان اللي براك يتغير. بمعنى انت ممكن تكون بتقول لنفسك انا عايز انساه، انا عايز ابعد عنه خلاص، مش افكر فيه، انا مش حابب افكر فيه تاني، تفكيرك فيه بيتعبك يا قوس. انا لو غيرت الاحساس ده وطلعت بره فكرة ان انا بحبه وقدرت انساه وابعد عنه، انا حياتي من بره كلها هتتغير. انت بتحاول لكده لانك متعلق بيه، خدعك وجرحك وخانك ومتعلق بيه. طيب احنا هنشوف مشاعره ايه اتجاهك. مشاعره ايه؟ هل لسه بيفكر فيك؟ مشاعر الشريك المبتعد عن القوس او الحبيب المبتعد، مشاعره ايه اتجاه القوس؟ هو مشاعره دلوقتي حنين ليك، يعني هو انت كنت سبب في سعادته، انت كنت سبب في سعادته يا قوس. هو انت كنت اللم الشمل بتاعه، انت كنت الحضن الحنين، انت كنت الشخص اللي كان لما بيقرب منه بيحس بالحميمية والسعادة والاحتواء. لكنه ما كانش متناغم معاك، ومكانش عارف يصبر عليك، ما كانش عارف يصبر على تقلباتك. انت عندك تقلبات مستمرة، ما كانش قادر يصبر على تغيراتك. انت متغير عايز تتغير باستمرار، وهو مش قادر يصبر على تغيراتك دي. هو ما كانش فاهمك، مش فاهمك. مشاعره ناحيتك برضو ان هو عايز يكون حاسك بتنطلق في حاجة، وحاسس ان انت بتسعى للتغيير، حاسس انك انت بتسعى انك تبعد وتتغير عليه، وانك خلاص ما تفكرش فيه تاني، وبتبيعه وعايز تبيعه. انت هو حاسس بكده انك عايز تبعد وتبيعه وتنساه وتهجره وخلاص، ما ترجعلوش تاني ولا تفكر فيه، خلاص العلاقة انقطعت. لكن هو لكن انت بتحاول تعمل ده وبتسعى لده وماشي في طريقك لده، طريقك انك تنسى هذا الشخص اللي مش فاهمك. هو بيقول لنفسه ان هو صبر عليك، وصبر على تغيراتك، وصبر على عندك، وصبر على انك تشك فيه وانك تغير عليه وانك ما تدلوش الثقة. هو صبر عليك، هو يعني عايز يقول لك ان انت عايشتني في تشتيت، انت شتتني، انا كنت مشتت معاك. يبقى نشوف كده.
مشاعره هنشوف. شايفك ايه؟ هو شايفك ايه دلوقتي؟ هو شايفك خلاص بتبعد. لا خلاص، هو شايف العلاقة خلاص بالنسبة له بتبعد خالص. شايف العلاقة دي مرحلة وانتهت يا قوس. شايف ان هو خلاص مش قادر، يعني هو شايفك ان انت خلاص مش قادر، انت اللي مش قادر ترجع. شايف العلاقة دي ايه؟ شايفك ايه تاني؟ شايفك خلاص بتحاول تموته جواك بكل ما تقدر. انت بتحاول تموت هذا الشخص جواك. انت بتقتل اي احساس يجيلك او اي شعور يفكرك بيه، بتنسفه تماما. بتحاول تعمل اي حاجة عشان تبعد عنه او تبطل تفكر فيه. بتحاول تشغل نفسك في شغلك، في حياتك، تعمل علاقات جديدة، تتواصل، تخرج للعالم، تتعامل مع ناس تانية علشان خاطر تنساه. بتحاول تدور على إلهامات جديدة وتأثر وتسيطر على عقلك إن هو يدور على فكرة جديدة أو حب جديد. يعني أنت بتفكر كمان إنك تبعد عنه. انت مستخسر كل المشاعر اللي انت قدمتها له. قدمت له مشاعر رومانسية، حب، حبيته، اديته ولاء، اديته حب، اديته ثقة، لكن هو ما كانش قدها خالص. خانك وخدعك وما تحملكش وحكم عليك. شخص مغرور. طيب هناخد هو شايف نفسه ايه قدامك؟ شايف نفسه ايه يا خبر؟ هو شايف نفسه قدامك ان هو انا ما تسبش، هو اللي خسران. هو بيقول لك يعني انت اللي خسران، انت اللي خسرتني، انا خسارة كبيرة جدا جدا جدا. انا ما تنسيش، انت عمرك ما هتنساني مهما تحاول، ولو كنت ظاهر ان انت نسيتني وقتلتني في قلبك، لكنك برضو مش هتعرف تحب غيري، برضو مش هتلاقيني مغرور مغرور مغرور. حبيبك مغرور جدا وواثق في نفسه ثقة، والايجو عنده عالي جدا. انا ما تنسيش، هو براحته، هو اللي خسران، هو اللي خسرني. كمان شايف نفسه جواه بقى مشاعر ان هو خسرك. عارف اللي هو بيكلم نفسه، انا خسرته. هو بيقول هو خسرك، هو بعد عنك. هو ماشي في طريق مشاعر سلبية واندفاع سلبي على الفاضي. مغرور ومفكر ان هو كده، يعني لا ده هيلف وهيجي لي تاني. لا ده هو بيبين بس ان هو نسيني، لكنه ما يقدرش ينساني. حبيبك مغرور والايجو عنده عالي وماشي في طريق غلط. وحقيقي انت، يعني انا شايفه ان انت احسن حاجه عملتها ان انت فكرت تنساه، لان هو شخص مغرور جدا، شخص مغرور ومتعنف ومش شايف غير نفسه، وماشي بطريق غلط ويدوس على اي حاجه قدامه علشان نفسه. شخص الايجو عنده عالي جدا وما كانش افضل حاجه ليك يا قوس. طيب هناخد رساله من قلب الحبيب، رساله مخفيه في قلب الحبيب، عايز يوصلها لك على لسانه جوه قلبه، عايز يقولها لك ومش عارف يعبر عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك انا كنت اعرف بالظبط ما كنت افعله. هو كان عارف بالظبط انه كان بيبيع ويشتري فيك يا قوس، كان بيلعبك، كان عارف انه بيخونك، كان عارف انه بيجرحك، كان عارف انه بيجوا عليك، كان عارف هو بيعمل ايه. ما كانش الحاجات دي بصدفة، ولا كان من غير قصده، ولا كان غصبا عنه. لا، ما كانش غصبا عنه. هو كان بيختار راحته، بيختار نفسه، بيختار انانيته، وبيختار ذاته، بيختار ان هو يعيش مبسوط على حسابك. فهو عارف بالظبط هو اذاك ازاي، وعارف مكانته
يعني عارف ان انت قد ايه فكرت ان انت تنسف هذه العلاقة وتبعد عن هذه العلاقة وتختار نفسك وتحاول تنساه بكل الطرق لانه اذاك فعلا. هل في تواصل تاني او رجوع؟ هل في تواصل لهذه العلاقة او رجوع للقوس؟ بص يا قوس، في احتمال والله اعلم انه يحصل فيه بينكم انه يطلب يرجع لك تاني بعد ما يتعلم الدرس. في احتمال ان هو يرجع لك تاني. انا شايفه انه في، يعني لو هو كان حبيب مثلا هيعرف قيمتك. يعني انا شايفه ان هو في درس ليه هو هيتعلمه من اللي انت عامله معاه ده وهيعرف قيمتك. وحاسه كمان انه هيطلب يرجع لك بعد فتره وانت اللي هترفض ترجع له. انت اللي هترفض ترجع له لانك شفت نفسك وهتشوف الحياه، هتشوف نفسك مبسوط من غيره ومرتاح من غيره. لكن في الفتره الحاليه في انفصال وبعد، لكن بعد كده في درس ما بينكم انتوا الاتنين. وهو ممكن بعد كده بعد فترة يفكر يتواصل بيك تاني. هيفكر يتواصل بيك تاني، هيفكر يجيلك يا قوس، هيفكر فيك لانك انت خلاص بعته وهو حاسس بده وعارف قد ايه هو اذاك. فهو احتمال ان هو هيلف يلف يلف وهيرجع للشخص اللي هو حبه واللي هو اختاره من البداية. ان شاء الله في رجوع، وان شاء الله حبيبك يتعلم الدرس، ان شاء الله يحاول يرجع لك تاني وانت اللي ترفضه وانت اللي تقول له ابعد خلاص انا ما بقتش عايزك. كانت قرايه برج القوس. وما تنساش يا قوس لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك قرايتي وكل قرايه جديده. واتمنى تكون القرايه عجبتك، وشكرا برج القوس.